صباح الخير، أنا ممدوح مصري عايش في كندا بقالي 14 سنة بشتغل فاينانشال ادفايزر في أكبر شركة تأمين موجودة هنا في كندا. بعمل فيديوهات عشان أساعد الناس على قد ما أقدر بإن هم يعرفوا الحقيقة ويعرفوا الوضع ماشي إزاي والدنيا ماشية إزاي، ولو في أي استفسارات برد عليها، ما عنديش أي مشكلة خالص في إن أنا أساعد أي حد. النهاردة هنتكلم على حاجة جديدة موجودة للأسف. ناس كتيرة طلبوها مني، وهي أزمة السكن. هتوصل فين وهتروح بينا لغاية فين، ودي مشكلة جامدة جدا. عشان نقدر ندرس الموضوع ده لازم نشوف الأول حصلت إزاي، وقبل كده كان ماشية الموضوع إزاي، وبعدين إمتى حصلت أزمة السكن وحصلت إزاي وليه حصلت، وبعد كده نشوف إيه الحلول اللي ممكن تكون بتتم، وحتى نشوف السنة دي كمان إيه اللي حصل عشان يحلوا المشكلة دي، وفي الآخر هقول لكم الرأي بتاعي في النهاية. في 2010 لما جينا كان احنا نزلنا على مونتريال، فكان في يافط بنلاقيها في الشارع واحنا ماشيين كده الوي، يعني بالانجليزي فور رنت اللي هو للايجار يعني. وكان الموضوع سو سامبل وبيس وحلو جدا، وكان المعروض كتير جدا 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 والطلب قليل، فعشان كده كان السعر قليل جدا جدا جدا. لدرجة ان انا فاكر ان احنا خدنا شقة 3 اوض وصالة وحمام ومطبخ ب $800 بالهيتنج. الشقة دي النهاردة في نفس المكان بالظبط تعمل لها $1800. طب ايه التغير الرهيب ده وليه حصل كده؟ الكلام ده حصل بعد ما ابتدى الحزب الليبرالي يشتغل. الحزب الليبرالي زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات، اللي هو كندا رايحة في داهية، هو ما عندوش فكرة كبيرة قوي عن الاقتصاد، هو مش بتاع اقتصاد. فللأسف هو الاقتصاد أو أي بلد في الدنيا يعني بتمشي بأن في موارد وفي مصروف، في حاجة بتخش وحاجة بتطلع. هما للأسف مش بيعرفوا يجيبوا فلوس، فبياخدوا الطريق، بس بيعرفوا يصرفوا حلو قوي على فكرة، يعني الصرف بتاعهم جميل جدا جدا جدا، بس مش بيعرفوا يجيبوا فلوس اللي هيصرفوها ازاي، وما عندهمش بقى الحكمة في ان هو ازاي يجيب ويصرف والكلام من ده مفيش. فبتكون النتيجة ان هو بيتزنق، فعشان يجيب فلوس اسهل حاجة هما طريقتين. اول طريق وهو السهل جدا واللي بيعملوه كتير جدا هو الضرايب، لان دي اسهل حاجة. يشوف حاجة اجباري عليك زي مثلا تأمين واعتبر مش عارف ايه، يقوم مزود لك الضرايب عليه، ما انت لازم تعمله غصب عنك وهتدفع. تمام. او يجي ضريبه على الدخل اللي هي اجباري برضو عليك، ويقوم مرافع لك الضريبه. وبعدين عملوا حاجه بقى مش ظريفه قوي في ضرائب الدخل دي، ان هو راح مقسمها شرايح 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 من كذا سنه كده، عمل الموضوع ده. فخلى كمان حتى يا عيني اللي هو على قده هيدفع يعني بنترزع كلنا ضرائب 100%. الحاجه التانيه ان هو يخلق ضريبه جديده زي الكربون تاكس، اللي هي ما كانتش موجوده اصلا، ويبتدي ياخد منها فلوس تانية عشان يقدر يصرف على اللي هم عايزين يعملوه. طيب تيجي بقى للتاني حاجة يقدر يجيبها بيجيب منها فلوس وهي سهلة برضه، هو موضوع المهاجرين. ما هو المهاجرين ليها سيستم معين وليها عدد معين مربوط بإمكانيات البلد وبالموارد بتاعة البلد وكل حاجة، عشان ما ينفعش يجيب ناس من بره ولا يعرف يعيشهم ولا يأكلهم ولا يشربهم ولا كل الكلام من ده ولا يلاقي لهم شغل. تبقى كارثة، تبقى كارثة، تجيب البلد الأرض. بس للأسف هو ده اللي حصل، لأن هو عنده عجز جامد جدا. فابتدى يجيب أعداد مهاجرين كبيرة جدا، وابتدى يشتغل في نظام الكفالة، لدرجة إن موضوع الناس اللي هم بيشتغلوا في الموضوع ده بقى ياخدوا $10,000 ولا $20,000 وأرقام فلكية، بس ده مش دورنا دلوقتي. ابتدى يجيب ناس كتيرة جدا من الخليج، ودي حاجة كويسة. أبو ظبي، دبي، الإمارات، بحرين، مش عارف إيه. الناس دي كلها جت، كلهم عايزين يسكنوا في نفس الوقت. طيب، هي دي المشكلة؟ لا، مش دي بس المشكلة. المشكلة الأكبر إن هو حزب كمان جميل قوي، بيحب يبان قدام الناس إن هو يعني أحسن واحد في الدنيا وأمور وحلو وقلبه حنين وعنده كل المزايا الحلوة دي، بيتعطف على اللاجئين ان هم يجيبهم. طبعا انا مش ضد اللاجئين، بالعكس ده هم يعني يستاهلوا ان هم، لان هم في ظروف صعبة جدا. بس برضه ما بيحسبش، ما بيقدرش ينظم. يعني ما بيبعتش مثلا في مقاطعات ما يكونش فيها أعداد، ما يكونش فيها أزمات. للأسف بيسيب الباب مفتوح، فتكون النتيجة إن كل المهاجرين واللاجئين نزلوا على أماكن زي مونتريال، زي تورونتو، زي ميسيساجا، زي كالجاري، زي إدمنتون. فعملت الأزمة. إيه الأزمة بقى حصلت إزاي؟ دلوقتي إحنا كنا قلنا إن المعروض كتير والطلب قليل، فالسعر هيبقى إيه؟ هيبقى قليل. دلوقتي المعروض ما بقاش كتير أو زي ما هو، بس الطلب بقى أزيد، لأن الأعداد اللي جت أزيد بكتير، فكانت النتيجة إن السعر لازم يزيد. السعر لازم يزيد. فمش بقى يحصل كده كمان، لا وناخد على دماغنا ايه بكوفيد، فيجي كوفيد يقفل الموضوع اكتر واكتر. يوم الناس اللي عندها بيوت تقول لك لا يا عم، انا مش هبيع خلاص، مش هبيع.
ليه يا عم مش هتبيع؟ لا 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 مش ضامن ايه اللي يحصل. طب الناس اللي بتأجر يقول لك لا يا عم انا مش هأجر شقتي، يمكن يحصل فيها كوفيد ولا بتاع، انا مش ناقص قرف، مش ناقص وجع دماغ. فابتدى المعروض يقل اكتر واكتر. طب الناس اللي جايه من بره دي جايه معاها فلوس حلوه قوي، بتوع الخليج، طب عايزين يشتروا. يعني تخيلوا ان هم ما بيكملش سنه ويشتري، 6 شهور ويشتري. ما كانش على ايامنا كده خالص، يعني اقل حاجه كان سنتين، سنتين ونص، ثلاثه. لا 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 هم دخلوا جامد جدا جدا. فكانت النتيجه ان اسعار البيوت عليت جدا جدا جدا. وطبعا مع زياده فايده البنك، مع الإيجارات اللي ابتدت تعلى لأن مفيش شقق موجودة، وصل إن أنت ممكن تلاقي شقة في تورونتو أوضتين وصالة ب4000 دولار في الشهر. وصل إن أنت تيجي تاخد شقة في مونتريال في وسط البلد اللي هي أوضة أو استوديو مثلا حتى للطلبة، اللي كان بيتعمل ب1000 دولار بقى ب2500 وساعات 3. وصل إن أي منطقة النهاردة بقت أسعارها خيالية، أسعار الشقق بقت فيها خيالية. وطبعا بقت مشكلة جامدة جدا. الحكومة ابتدت تفوق ان هو في أزمة. طب نحل يا عم الأزمة ازاي؟ قال لك بقى تعالى شوف نحلها ازاي، نحلها ازاي. قال لك احنا نخترع حاجة جديدة. طبعا البنك المركزي بقى عمال يلسوعنا في الفايدة اللي عمالة تعلى عمالة تعلى عمالة تعلى. فالموضوع بقى صعب، بقى صعب جدا يعني للناس اللي عايشة والناس. فابتدت الناس كمان تعمل ايه بقى ناس عندها بيت مثلا يقوم عامل الباب للبيزمنت من بره ويأجر البيزمنت. بيت في تريبلكس مثلا يقوم عامل البيزمنت كده. الناس يا عيني حتى اللي هم مش قادرين يدفعوا بيضطروا يقعدوا في اماكن زي كده. والاماكن دي مش صحيه بنسبه كبيره جدا جدا، وخصوصا لو البيزمنت في حته مقفوله ورطوبه. العمليه بتبقى صعبه جدا. جم بقى الحكومة الظريفة دي عشان تحل المشكلة دي عملوا ايه؟ جم في اكتوبر اللي فات راحوا مخترعين برنامج جديد اسمه فيرست هوم باير، بالفرنساوي اسمه سيلي اب. البرنامج ده بيشتغل زي الRRSP اللي هو برنامج التقاعد، بس مع اختلاف صغير قوي ان الRRSP ده ممكن ناخد الفلوس اللي محطوطة فيه ونحطها مقدم لأول بيت. وكان الماكسيمم بتاعه 35,000 دولار. ممكن 35,000 ليا و35,000 لمراتي لو هي كمان عندها RRSP. راح قال لك ايه بقى المشكله؟ ان كان في البرنامج ده لازم ترجع الفلوس تاني على 15 سنه، واول سنتين سماح. كويس. راح عامل البرنامج دي وقال لك ده 40,000 دولار على 5 سنين، 8,000 دولار كل سنه، وما ترجعهمش. طبعا هبقى في فيديو تاني هشرحه لكم باكثر يعني ايضاحا. انما احنا بنختصر الموضوع دلوقتي. 16 ابريل اللي فات، وده بمناسبه عيد ميلادي، للاسف مش مبسوط قوي لان طلعوا قرارات ظريفه قوي قوي قوي. القرار الأولاني إن البرنامج ال RRSP ده الحد الأقصى بتاعه 60,000 دولار بدل من 35,000 دولار. وبدل ما كان في فرق سنتين سماح بقوا 5 سنين سماح، وترجع الفلوس بعد كده. طبعا هو بيعمل كده ليه؟ عشان يشجع الناس إنها تشتري. طب هتشتري إزاي أساسا وهو الأسعار بقت عالية جدا والريت بالمورجج في البنك بقى عالي جدا؟ انما هو بيعمل كده. فبقى عندك 60,000 من RRSP و40,000 من الفيرست هوم باير. بقى عندك 100,000 دولار ممكن تحطهم وترجع. ما مش هترجع ال 40,000 و60,000 هترجعهم بعد 5 سنين. فطبعا ادى ميزة حلوة جدا 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 في الموضوع ده. جه بعد كده كمان شغل الدنيا، عايز يشغل الدنيا اكتر واكتر، بس خربها زيادة بقرار جديد للأسف سيء جدا، وكنت قلت عليه في كندا رايحة في داهية. القرار ده بان هو الناس اللي بتستثمر في الاستثمارات العقارية بقى هيتخرب بيوتها. ليه؟ راح رفع سعر الفايدة، سعر الضريبة من 50% 66 67%. ازاي؟ انا قلتها المرة اللي فاتت وما شرحتهاش، هشرحها لكم برضو بسرعة. الموضوع كان باختصار، لو انا اشتريت بيت مثلا ب 150 الف دولار زمان من 10 سنين، جيت النهارده عايز ابيعه، فابيعه مثلا ب 350، ب 500 الف دولار. اذا انا كسبت 350 الف دولار. فكان زمان يقول لك ال 350 الف دولار نصهم بتوعنا. يا اخوانا دي سرقة. بس هي كده معلش، ياخدوا 50%. تخيل النهارده عمل ايه؟ قال لك الاول 250 الف عليهم 50%، والزياده عليهم 66 و67%. يعني بدل ما كنت هدفع 175 الف ممكن ادفع 200 وشويه ضريبه. دي كارثه، دي كارثه. فطبعا بيدمر سوق الاستثمار العقاري. طبعا المشكله بقت موجوده وحلها بقى صعب جدا، بس بنأمل خير انها تتحل. حل المشكله دي ازاي؟ طبعا اول حاجه عشان تبقوا عارفين ان البنوك النهارده ابتدت تقلل الريت بتاعها. الريت كان وصل 6%، النهارده بقى في بنوك بتوافق على 4.99 في كيباك هنا، و4.75 كمان، يعني 4.79 ممكن،
وابتدوا يقللوا الريت بتاعهم، بقوا يدّوا حلول أكتر إن هو ممكن يقول لك على 3 سنين بدل 5 سنين، بقوا يمشّوا المواضيع عشان مش لاقيين حد يشتري، ودي الكارثة الأكبر. طيب حل المشكلة دي إزاي؟ حل المشكلة بمنتهى الاختصار إن أول حاجة الكربون تاكس يتشال، فلمّا الكربون تاكس يتشال كل أسعار الحاجة هتقل. نمرة 2 البنك المركزي الظريف بتاعنا اللي هو هيجتمع إن شاء الله يوم الأربع الجاي، النهارده إحنا 3 يونيو، يوم 5 يونيو أو 6 يونيو البنك المركزي هيجتمع، والمفروض إن هو يقرر يقلل سعر الفايدة شوية. لو ما قررش إن هو يقلل سعر الفايدة وسابها زي ما هي أو زودها، فإحنا رايحين زي ما قلت كده في داهية. دي هتبقى حاجة صعبة جدا. فأول حل إن الكربون تاكس تتشال، تاني حل إن البنك المركزي يقلل الفايدة بتاعته شوية، تالت حل وهو المهم بقى إن حتى الايجنت اللي بيشتغلوا في موضوع البيوت يخفوا على الناس شوية، لأن هم كانوا عملوا سيستم ليهم. صحيح دلوقتي هم مجبرين خلاص لأن السيستم ابتدى يرجع زي الأول، البيوت بقت تقعد بالأربع خمس ست شهور ما بتتباعش، مش زي زمان أيام الكوفيد كان البيت بينزل أسبوع يتباع. دلوقتي بقى هم مجبرين إن هم هيقللوا شوية سقف طموحاتهم في هذه المواضيع وينزلوا شوية. رابع حاجة إن الحكومة لازم تساعد شوية في البنى. خامس حاجة لازم يوقفوا أعداد المهاجرين الجداد واللاجئين لفترة صغيرة عشان الناس تشم نفسها. سادس حاجة يبتدوا يوزعوا الناس على مقاطعات تانية. سابع حاجة يرحمونا لأن احنا تعبنا. يومكم جميل.